السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم والحلقة الخامسة من سلسلة تعليم مهارات الاكسل. النهاردة يا جماعة هنكمل مع بعض المهارات اللي بتوفر عليك وقت ومجهود. ونبدأ بسرعة. لو عندنا مثال زي كده مثلا، وانا المطلوب مني ان انا اعمل 1000 صف او اعمل جدول مكون من 1000 صف، فطبعا هنزل كده وافضل انزل بقى لحد 1000 صف، وبعد كده اعمل البوردر بتاعي. في طريقة تانية اسهل بكتير. لو انا جيت هنا حددت كده العواميد بتاعتي وعملت دوست كنترول جي، هيجي يقول لي والله الرينج اللي انت عامله من A1 ل D1، فانا هغير D1 دي كده خالص وهعملها 1000 صف. هدوس اوكي، هلاقيه حدد لي على 1000 لحد 1000 صف يعني. فهاجي هنا بكل سهولة واعمل اول بوردر كده. انا سطرت 1000 صف او عملت الجدول بتاعي المكون من 1000 صف و5 اعمدة. دي اول حاجة معانا. تاني حاجة معانا، لو عندك شيت زي كده في مبيعات او كميات او ايا كان، وانت المطلوب منك انت عايز تجيب الاجمالي بالطريقه الافقيه والاجمالي اجمالي كل شهر على حده، فالطبيعي ان انت بتعمل كده اهو، بتحدد كده وتقول بتروح رايح على هوم وتدوس صم مثلا او تعمل المعادله. طب انا عشان اوفر المجهود او هعمل لكل عمود نفس الموضوع، فانا في اختصار سهل جدا. ممكن اعمل كده واحدد العمود بتاعي وادوس الت يساوي جاب لي الاجماليات كلها في خطوه واحده، وفر عليك وقت كبير وانجز معاك الموضوع خالص. تالت حاجه معانا، لو جالك شيت بالشكل ده كده، المطلوب منك ان انت تملى الفراغات دي. يعني مثلا لو هتاخد ده مثلا كنترول سي وهتحدد الجدول ده كده وهتعمل كده، تعمل انتر، وبعد كده تاخد دي كنترول سي، بعد كده تعمل دي كده شيفت، تعمل انتر، كوبي بيست. طبعا الموضوع ده هياخد منك لو الجدول بشكل كبير او مكون من اعمدة صفوف كتير. طب ازاي تقدر تتغلب على الموضوع دوت؟ اول حاجة هنعلم كده على الشيت بتاعنا ده، وهدوس برضو كنترول جي، هدخل على سبيشال واختار بلانكس، الاقيه هو حدد لي على العمليات او على الخلايا اللي هي الفاضيه. هاجي هنا في الخليه اللي تحت الخليه ديت واقول يساوي، وهعمل يساوي الخليه A2 وهدوس كنترول انتر. ظبط معاك الموضوع خالص وملى الخلايا اللي انت كنت المفروض تملاها بكل سهوله. ده كان موضوع حلقتنا النهارده. ارجو ان يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش دعم القناه بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بفكرك برضو ان في قائمه تشغيل بسلسله تعليم مهارات الاكسل. لو عايز تتابع السلسله من الاول، ادخل على القناه وشوف السلسله. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.